ماما فين؟ مش كل أم تستحق كلمة ماما، لأن الأمومة مش مجرد لقب، ولكنها قصة حب، حنان، دفء بتتكتب في قلوب الأبناء. بس للأسف بقينا في زمن فقدنا فيه المعاني والأحاسيس الحقيقية للأم. عارفين فقدنا أمهاتنا رغم وجودهم، لأن الزمن غير ملامح الحب الحقيقي في حياتنا. دي حقيقة والله. في ناس عايشين مع أمهاتهم بس قلوبهم بتسأل كل يوم يا ماما فين؟ مش كل سيدة ولدت نقول عليها أم، ومش كل أم موجودة كانت أم حنونة. في أطفال كبروا من غير حضن الأم رغم إن هي موجودة، ومن غير نظرة طبطبة، ومن غير جملة أنا سامعك يا حبيبي. في علم النفس بنسمي ده الحرمان العاطفي الأمومي. وأتذكر إن في دراسة كانت عملتها جامعة هارفارد بتقول إن الحرمان العاطفي من الأم بيأثر على تنظيم المشاعر وتكوين الهوية لحد سن الرشد. يعني الشخص بيكون فاقد الشخصية بتاعته، بيخلي الطفل يعيش حياته كلها وهو بيدور على الأم اللي جواه، حاجة تايهة منه وجزء منه ومش لاقيه. طب نعمل إيه؟ جرب تعمل التمرين دوت لو أنت فعلا مريت بالظروف ديت او امك كانت موجوده ولكنك للاسف ما كنتش حاسس بيها. جرب التمرين اللي احنا بنسميه الام البديله اللي جواك. كل يوم لمده اسبوع اقفل عينك واحضن نفسك بايدك كده، مش هسيبك تاني، بس قولها باحساس. صدقني هتحس باحاسيس غريبه شويه، موضوع بسيط مش صعب، بس صدقني الاحساس اللي انت هتحس بيه برغم ان هو احساس غريب بس احساس حقيقي. هو ده اول الخير، انك تشفي جرح كبير موجود جواك. وده اللي بنشتغل عليه في الجلسات. مش اننا نقعد بقى نلوم في الام هي اللي قصرت وهي اللي عملت، لا، عايزين نرجع لحياتك الحضن اللي انت فعلا مفتقده. عايزك بقى تقول لي بصراحه، هل يا ترى عمرك حسيت انك محتاج ام حتى وهي موجوده قدامك؟